حبايبي وحشتوني قوي قوي الجديدة. وزي ما وعدتكم قررت نرجع على الهادي يا زفاتي. يا رب رجعنا يكون ممتع عليكم. خلينا النهاردة نحكي الحكاية الحلوة قوي قوي، بس اسمعوني قبل ما نبدأ حكايتنا. نصيحة صغيرة قد كده اهو، قاعدة كده وطي صوت السماعة شوية ويلا بينا. او البس السماعة بتاعتك او وطي الصوت، يلا بينا. حكايتنا النهاردة حكاية فاتن بنت بحب قوي قوي، شكلها جميل تتحب فعلا. حبت واحد 4 سنين الكلية واتجوزت، خلفت بنوتة زي القمر. اي حد يشوفها يبقى خلاص هيقول ما شاء الله عليها. اتجوزت وعاشت وحبت، بس خلاص الامر افترض عليها انها تتجوز في بيت عيلة، ولكن ما اعترضتش. بيت العيلة كانت في الاول خايفة، لكن بعد كده طمنوها قوي قوي. بعد ما دخلت بيت العيلة وبنتها بدأت تكبر سنة بسنة، لاحظت ان حماها بيطلب كتير البنت تبقى قاعدة معاه، او ان ينده عليها من فوق يجيب لها ايس كريم، مع ان احنا 3 سلايف في البيت. بس مش بلاقيه ينده الاطفال التانية او يقول لهم مثلا يعني انزلوا جايب لكم حاجة حلوة. كنت استغرب شوية واقول له ايه ده، انا هو خير في ايه، باباك ماله؟ يقول لي يعني يا بنتي عشان بس بيحب البت، وهي البت امورة وتتحب، فانتي تقومي تقلقي؟ يا ستي خايفة من ايه؟ ده ابوها، يعني ده جدها زي ابوها بالظبط. وبعدين ده بيجيب لها حاجات حلوة اهو، كله يريحنا من المصاريف. كانت كده فاتن تتنحي تنهيدة جامدة قوي. كنت ببقى خايفة قوي قوي على البنت. مرة ورا التانية الاقي ينده لها بصوت عالي، يا ليلى يا لولي انزلي بسرعة عشان جايب لك حاجات حلوة. كانت البنت طبيعة طفلة صغيرة تفرح بالحاجات الحلوة، وطبعا لاني في بيت عيلة نظافة البيت عينيهم عليها. لازم البيت عندي الشقة تكون بتلمع، ولازم اكون عاملة اكل حلو، والا هينزل يشتكيني لحماتي. فكنت ببقى مدوشة قوي قوي. بعدين كنت جايبة نونو صغيرة قوي. نونو الصغير ده كنتش ببقى عارفة هوديه فين، يعني هسيبه مع مين، عشان هتقولوا لي اجري ورا البنت او كنتي نزلتي وراها. مش عايزة اطول عليكم. في يوم من المرات انا لقيت البنت بتحط صباعها في بقها تعمله كده جامد. استغربت، قلت ممكن البنت بتكتشف يعني نفسها او كده. قريت وسألت كتير، قالوا لي يعني ما تقوليش غلط او كده علشان خاطر البنت هتوعيها على حاجات غلط، ودي مش ده السن اللي هي تفهم فيه. بصراحة قلب الام مطوعني، كنت قلقانة قوي قوي على البنت. قلت بصراحة كده انا بدأت اشك اشمعنى بنت انا يعني اللي محبوبة عنده. مرة ورا التانية لقيت البنت بتطلب كتير قوي قوي ان هي عايزة تشتري حاجات حلوة. ويوم ما كنت اروح اشتري معاها المصاصة كانت بتصمم وتعيط، ويوم ما اجيب لها اللي هي الاشكال او البطيخة تقولي لا انا عايزة العادية. كانت تختار اللي هي نصوصها ام جنيه دي، رغم كان بيبقى فيه الاشكال كطفلة ممكن تلفت نظرها اللي هم 5 جنيه واكتر واعلى، واشكال ودبدوب وارنوب. كطفلة انا بقول بس خلاص دي هتعجبها. من هنا بقى وانا خفت قوي قوي على البنت، وقلت في حاجة غلط. لغاية ما في يوم من الايام باباها رجع من الشغل، واليوم ده كان يوم خميس. كنت مروقه البيت ومظبطه كل حاجه بصراحه، وحاطه كده شموع اللي هي المعطره اللي هي تدي ريحه في الاوضه في الشقه يعني، ومنضفه كل حاجه وكل حاجه جميله. وباباها اليوم ده صبح عليه اجازه وجاي من شغله بدري 2 3 كعدته يعني يوم الخميس. وانا بقى طبخت وعملت البط. ولكن لما باباها جه بدري انا بقيت كل شويه خايفه شويه على البنت انده، خايفه شويه على البنت انده عليها. فقلت له، كانت هي لسه نازله عند جدها، قلت له هات البنت. اتصلت بيه قلت له عشان انا لو خدتها هيقعدوا يزعلوا مني ويقولوا لي انت بتاخدي البت ليه ومش عايزه البت تقعد معانا، وبهات بنتك وانت طالع. قال لي ماشي. اول ما جه من الشغل كان قبلها ب5 دقايق ولا 10 دقايق هو منادي على البنت. كان يا دوب لسه مشتري لها الحاجه الحلوه ومفيش اي حاجه حصلت. جاب ليلى وطلع على فوق على طول. قلت لها لولي، راحت قالت لي انا هنزل العب شويه يا مامي. قلت لها لا احنا مش هننزل نلعب، خليكي هنا قاعده معانا عشان بابا هيجيب لنا حاجه حلوه. وبدات فعلا اقفل باب المفتاح لحسن البنت تنزل وما اخدش بالي وانا بجهز الاكل. حطيت صينيه الاكل المحشي وعملت دكربات كده حلو يستاهل بقكم كلكم، وقعدنا اكل. وبالصدفه باباها قاعد بالشورت وقاعد بالتيشيرت. كنت انا جايبهم له كده يعني دلع كده، انا اجيب لي حاجه جديده كل فتره وبجيب له كمان هو حاجه زيي. واحنا قاعدين فكان في حاجه كده باينه. راحت البنت قالت له ماما خدت مني المصاصه علشان خاطر اكل الاول، وانا كنت عايزه دي. وشاورت لباباها وراحت لمست حطت ايديها. من هنا انا وباباها شفنا المنظر، انا حرفيا لطمت على وشي من كتر ما انا اتصدمت. وساعتها باباها صدقني ان في حاجه غلط بتحصل. بسرعه باباها كان لسه هيضربها، رحت شاورت له اني ما ينفعش يضربها. خدت البنت في حضني جامد ورحت قعدت ادارك في البنت كده عشان تحكي لي اللي بيحصل. وكانت صدمه عمري اني فعلا الراجل الكبير كان بيعلم البنت. طبعا انتوا هتقولوا لي كنت خدتي بنتك عندنا هنا، ما ينفعش تاخدي البنت لان هيزعلوا وياخدوا على خاطرهم. ومن اللحظه دي هو قرر ان احنا هنطلع بره بيت العيله. وجوزي الحمد لله ان ربنا خلاه يقف في صفي.
وخدني في نفس اليوم. احنا ما كناش لسه محضرين شقه ولا حاجه، بس رحت عند بيت اهلي، قعدت حوالي اسبوع 10 ايام. ولما كان بابا بيسأل على البنت انه عايز يشوفنا وحشنا، كان يقول له لا انا خلاص انا جالي شغل قريب من هناك وتعبت من المواصلات رايح جاي، المرتب كله بيروح على المواصلات، انا قررت اخد شقه ايجار بره. بابا اتخانق معاه جدا جدا جامد، بس ما كانش قادر يقول، ما قدرش يواجه بابا، ولكن قال لي انا مش عارف اقولك ايه على اللي بابا عمله في بنتك وفي بنتي، ولكن هكتفي ان احنا نسيبهم ونبعد عنهم خالص ومش هخليكي تشوفيه طول عمرك. اتفقنا، وده فعلا اللي عملته. وقتها البنت فعلا مع الوقت لان هي صغيره وبقيت اوديها نوادي كتيره جدا والعبها رياضات مختلفه واجيب لها العاب في ايديها كتير ونخرج ونتفسح، وما خليتهاش ولو للحظه واحده تقعد لوحدها وتفتكر اي حاجه كانت بتحصل لها. انبسطت قوي ان انا عرفت اعالج بنتي واحتويها. ما تنسوش تقولي رايكم، رجعنا على الهادي يا زبادي ولا لسه؟ هتوحشوني. باي.